لو صينية السمك أو صينية الفراخ أو صينية اللحمة اتحرقت في الفرن مننا، هنعالجها ازاي؟ وطبعا السمك والفراخ والحاجات دي سعرها عالي الأيام دي، ليها علاج حلو قوي. تعالوا مع بعض نقول الحكاية حلوة ونبدأ بذكر الله والصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الصينية بتاعتي اتحرقت من تحت، هقوم مطلعها من الفرن على طول مباشرة، واحاول احطها في صينية تانية تكون واسعة شوية بس فيها شوية مية من الحنفية، مية ساقعة، ونقوم حاطين الصينية بتاعتنا كده بحيث ان انا ابردها من تحت الأول. واروح بقى صينيه السمك معموله مثلا بالخلطه والبطاطس، هجيب الخلطه جديده تاني، هعمل خلطه من جديد واجيب بطاطس من جديد، واسبك الخلطه بتاعتي سواء كانت بقى فيها بصل وفلفل الوان وطماطم وشويه كرفس وبشر جزر، كل ده هعمله مع شويه توم تاني من جديد، واروح اجيب البطاطس بتاعتي اقطعها حلقات واسلقها. تمام كده، يبقى انا سويت كل حاجه تاني، واجيب صينيه تانيه واروح بقى للمرحله الاهم، ان انا انقل السمك اللي موجود في الصينيه دي في صينيه تانيه. بس قبل ما انقله بكون سويت الخلطه بتاعتي والبطاطس بتاعتي، وافرش الصينيه تاني من جديد بالخلطه وشويه بطاطس، واروح بقى اعمل التقليه بتاعتي او التسبيكه اللي هي عباره عن ايه؟ الطماطم، يعني عصير الطماطم بسبكه في حله تانيه بشويه توم وملح وبهر كل حاجه تاني من جديد، وابدا بعد ما فرشت بالخلطه والبطاطس احط السمك انقله بقى. طيب عمليه نقل السمك هتكون سهله جدا. ليه؟ لان اللي انحرق في قاع الصينيه وانت شميته البطاطس المحروقه والخلطه، اما السمك هتلاقيه لسه زي ما هو، ما جرالوش حاجه. فهنجيب مقطع ستانلس وهنشيل السمك بتاعنا كده بحذر، ونقوم نقلينه على الخلطه الجديده في صينيه تانيه. تمام كده، ونديله بقى الصوص او التسبيكه بتاعتنا وندخلها الفرن تاني تاخد وش، ونحاول نديلها غلوه من تحت بحيث ان البطاطس تشرب من الصوص. ونخلي بالنا بقى لما تاخد وش نطلعها. الطريقه ديت هتنطبق على السمك والبطاطس والفراخ، تمام كده، واللحمه برضه. اي صينيه عاملينها بالطريقه ديت هننقلها من مكان لتاني مع ايه؟ اعاده تدوير الخلطه من جديد والصوص. طيب لو انحرقت مننا من فوق يا شيف هنعمل ايه؟ وايه الاسباب اللي بتخليها تتحرق اساسا؟ طيب انا دخلت صينيه تحت الفرن وسويتها بشكل كامل، وقمت مدخلها تاخد وش، ورحت اعمل حاجه مثلا في المطبخ او اعمل حاجه في مكان تاني ونسيتها. لما انحرقت مني كده اطلعها لقيتها واخده لون اسود او محروقه. يعني الحل هنا ايه بقى؟ هنحاول بقدر المستطاع نحل. زي ما قلنا السعر عالي، فالناس هتقول لي نرمي وبتاع، انت حضرتك معاك فلوس فارمي زي ما انت عايز، بس غيرك ما معهوش. يعني اكله السمك دي بتبقى اسبوعيه او يوم ويوم او على حسب الحاله يعني، فلازم نعالج. هنشيل الطبقه المحروقه من السمك او من الفراخ او من اللحمه اللون الاسود اللي فوق، ونقلب. انا بتكلم على اللي محروقه من فوق، ونقلب السمكايه الوش اللي كان محروق ده بعد ما شلنا منه الطبقه المحروقه نقلبه، نخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، ونشيل شويه صوص ونرشهم عليها وندي لها وش تاني بس بشكل ايه؟ شيك كويس كده وشكله حلو. نقف بقى حريصين بقى ندخلها في الفرن لما لونها يتلون من فوق كده، ونبدا نجرنشها بقى. الجرنش بيلعب دور مهم برضه، سلايس طماطم، برتقال، ليمون، شويه فلفل كده على الوش، وندي لها وش تاني من جديد وتطلع معانا زي الفل. عالجنا الصواني المحروقه بطريقتين، الطريقه الاولى من تحت والطريقه الثانيه من فوق. يا رب تكون الفكره عجبتكم. لو عندنا حل تاني او عندنا حيل تانيه نقولها في التعليقات، ونذكر الله ونصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. بس اهم حاجه، في ناس ما تعرفش الافكار دي فشاركوها للغير. في ناس كتير شغاله في المطاعم وبيحصل معاها كده وفي البيوت برضه، والسبب اللي مخلي الحاجه تتحرق في البيوت هي ايه؟ التليفون والنت اللي موجود. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويصلح حالنا واحوال المسلمين جميعا. نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات قادمه. دمتم في امان الله، تابعونا عشان في جديد. سلام عليكم.